بين الداينامو والريفت اي بي اي. الاول خلينا اصلا نعرف يعني ايه الاي بي اي اللي هو الابلكيشن بروجرامينج انترفيس. الاي بي اي هي ادوات انا ممكن استخدمها في البرامج بتاعتي، خصوصا لو هي كلوز سورس. كلوز سورس يعني السورس كود بتاعها مش متاح معايا. هعمل ديفلوبمنت عليها ازاي لو الكود اصلا مش موجود؟ بعمل ده من خلال الاي بي اي. فاهمني؟ افرض دلوقتي انت جعان، رحت المطعم عشان تاكل والويتر اداك المنيو عشان تطلب اللي انت عايزه. طلبت البيتزا الوسط. الويتر بياخد الاوردر بتاعك علشان يوديه للمطبخ. الاوردر ده انت مش هتعرف عنه اي حاجه ولا شكل البروسيس اللي تمت ايه او ازاي اصلا حصلت، لكن انت في الاخر بتاخد الوجبه بتاعتك بافضل شكل ممكن. في المثال اللي فات ده المطعم هو الريفت اللي زي ما وضحنا هو كلوز سورس بروجرام. الويتر بتاعي هو الاي بي اي بيدي العميل المنيو. العميل الباشمهندس اللي شغال بالريفت. المنيو هي بتعبر لي عن الادوات اللي الاي بي اي هيعرضها للعميل عشان يساعده يحصل على الخدمه اللي هو محتاجها. وليكن مثلا قلت له ارسم مول. الويتر اللي هو الاي بي اي هياخد طلبك يوديه المطبخ اللي هو الكلوز سورس، هيخلص لك طلبك ويرجع لك بالنتيجه من غير ما تشوف اي حاجه حصلت في السورس كود. ده تعريف الاي بي اي. لتطوير اي اداه برمجيه مش شرط الريفت بس. الداينامو والريفت اي بي اي هما الاثنين شكل من اشكال الاي بي اي. الداينامو يعتبر فيجوال اي بي اي لاننا بنستخدم لغه بصريه مش لغه كتابيه، لكن الريفت اي بي اي بيكون باستخدام لغات برمجيه زي مثلا السي شارب او البايثون. تعالوا نتكلم بالتفصيل اكتر عن الداينامو. الداينامو هو اداه برمجيه تستخدم للتحكم في عمليات التصميم والمعالجه البيانيه في برامج التصميم الهندسي زي الريفت او السيفل 3 دي او الاوتوكاد، مناسبه للتاسكات المتكرره زي انشاء العناصر الهندسيه وتغيير الخصائص واجراء الحسابات او التاسكات المعقده زي فورم جنريشن ادفانسد موديلنج اوبتمايزيشن. بيتيح للمستخدمين فيجوال بروجرامينج من خلال ورك فلوز. هو عباره عن مجموعه من النودز متصله ببعض عن طريق الوايرز، وده شكل كتابه اللوجيك اللي في الداينامو. تعتبر لغه برمجه سهله لغير المتخصصين بالاساس اللي مش عندهم خبره برمجيه قبل كده، واللي بتتطلب تكون عارف لغه برمجيه كتابيه زي السي شارب او البايثون وغيرها من اللغات. وعلى الرغم من كده ممكن بعد ما توصل لمستوى كويس في الداينامو تستخدم جواه اللغات دي وتكتب فيه اكواد اكثر تعقيدا باستخدام السي شارب والبايثون او اللغه الكتابيه الخاصه بالداينامو نفسه اللي هي الديزاين سكريبت. اتكلمنا عن الداينامو بالتفصيل، تعالوا نعرف بقى ايه هو الريفت اي بي اي. الريفت اي بي اي بيمكن الديفلوبرز من التحكم واستخدام الادوات اللي في الريفت بشكل مباشر، مما يتيح لهم تخصيص وتحسين سلوك البرنامج، بس بيكون عن طريق لغه كتابيه زي كتابه الاكواد باستخدام لغه برمجيه مثل السي شارب او البايثون. بيتطلب خبره جيده جدا في البرمجه، وبيتيح للمستخدمين تطوير اضافات اللي هي الادنز بتتيح لهم اجراءات عمليات مخصصه في الريفت زي ان انا انشئ عناصر جديده او اعدل العناصر الحاليه. في النهايه المنحنى التعليمي الاحسن هو انك تبدا تفكر في مجموعه الخطوات لحل المشكله اللي هو الالجوريثم بتاعي علشان احل التاسك ده، وعلشان اركز في ده فالداينامو هو احسن حل ليك. وبعد كده لو عايز تطور نفسك ممكن تقدر تتعلم لغه كتابيه واحده تستخدمها جوه الداينامو او كادن لوحدها. في الكورس ده بنقدم لك كورس الداينامو متخصص وبشكل عميق من البدايه وحتى التاسكات المعقده والتاسكات اللي بتقابلها في مشاريع كبيره. كمان هتاخد فكره كويسه جدا عن اللغات البرمجيه الكتابيه وازاي تكتب كود بداينامو فيجوال بروجرامينج او تكستشوال بروجرامينج يوزنج ريفت اي بي اي.